يلا نبدأ بسم الله. الفيديو النهاردة فيه شوية أفكار حلوة قوي، كلها من القماش وقصايص القماش وبواقي القماش، حتى لو من الملابس القديمة. أول فكرة معانا 4 قطع من القماش على شكل دايرة، كلهم مقاس واحد. أنا استخدمت لون مشجر مع منقوش. هناخد كل قطعتين بالشكل ده وهنخيطهم على الأحرف، بس هسيب 2 سنتي علشان أقلبها منها على الأحرف كلها. القطعتين هنعملهم بنفس الطريقة بالظبط، هنفذ لكم على قطعة واحدة والتانية هتبقى معمولة جاهزة علشان الوقت. هنا هعدلها بالشكل ده. بعد ما هنعدلها هنعدي على الأحرف برضو تاني من بره علشان نضمن ان الشكل هيبقى مظبوط والتقفيل كمان مظبوط. القطعتين اهم اتعملوا بنفس الطريقة. هناخد على الوش الكحلي ده، انا كنت عايزة اللون السادة ده هو اللي يبقى اكتر. لو عايزة اللون المنقوش الاكتر هتعملي العكس. هنعد 4 صوابع بعد ما هنطبقهم فوق بعض كده وهنخيط. وبعد كده هنعدلها وهنخيط الجزء ده كله اللي ظهر من الشكل المنقوش او المشجر. هعدي عليه بالمكنة بالشكل ده. بعد كده هنتني من هنا 3 صوابع. قبل ما هنتنيها او قبل ما هنخيطها هنحط اليدين بالشكل ده، هنثبتهم بدبوسين كده علشان نظبط المكان وهنخيط عليهم. هنا هنقفل الجنبين، بس انا هقفلهم من جوه، يعني هقلبها بالشكل ده كده وهقفل الجنبين. طبعا مش هنسى اقولك ان المقاس بتاعك لو انت عايزة حجم الشنطة ده يبقى اكبر ممكن تعمليها الدايرة يبقى قطرها اكبر من كده. يعني المقاس ده حرية بتاعتك انت، نفس الشكل هيطلع معاكي على اي مقاس. وممكن تعمليها كمان من الجينز هتبقى حلوة قوي. هقفل الجنبين وهنرجع نعدلها تاني. اليدين بقى بالشكل ده هحط لها كده او هخيط على شكل مربع على كل يد علشان تثبت. وهنا هركب لها زرار وعروة خارجية، يعني هعمل شريط من القماش وهركبه من قصاد الزرار بالشكل ده كده. هخيطه من نفس القماشة المشجرة، هعمل لها عروة خارجية. وده شكل الشنطة بعد ما خلصت. بصوا الشياكة تحفة تحفة، جربوها بجد وسهلة جدا. تاني فكرة هنعملها برضو من قطعة قماش. دي قطعة قماش من المفروشات اللي هي موجودة في الدولاب، دي ملهاش اي استخدام كده. بنلاقي قطع قماش بواقي مفروشات بواقي ستاير عندك، حتى لو طرحة قديمة. تعالوا نعمل منها فكرة بسيطة بساطة وبجد نتيجتها هايلة. كل ست بتحب تجدد في البيت حتى لو بحاجات بسيطة بتفرق جدا في ديكور البيت، ونفسيا كمان بتحس ان انتي مبسوطة. انا عن نفسي كده بحب التجديد دايما حتى لو بحاجات بسيطة. انا قفلت الجنبين كده تانيتين فوق بعض، وبعد كده ده شريط قماش، شريط قماش عادي خالص هخيطه على الحرف بالشكل ده. نسيت اقول لكم مقاس القطعة دي، الطول 45، العرض 36 او 37. بعد ما تنيت بعد ما خيطت الشريط ده هرجع من الاتجاه التاني بقى، هتنيه تانيتين جوه بعض وهخيط كده. انا عملت لها اطار حلو قوي بلون مختلف وهتبقى متقفلة حلو قوي. هنقصقص اي زيادة كده طلعت. بصوا الشكل. هعمل التاني وارجع لكم. الجزء اللي قصادها هركب الاستك هنا بعد 4 سنتي، 4 سنتي من هنا و4 سنتي من هنا هركب استك. وبعد كده هطبق التانيتين فوق بعض، يعني هنحطهم فوق بعض كده وهنخيط. هخيط قد ايه؟ هخيط 6 سنتي. ودي قطعة قماش من التل. طبعا الزواق ده بقى بتاعك انتي او التزيين بتاعك انتي. هركب لها هنا كده
فيونكية وفيونكية. ممكن تعملي فيونكة من اي شريط ساتين او اي قماشة برضو من عندك، من طرحة قديمة او هدوم قديمة. وده شريط تزيين برضو ركبته على الحرفين دول، طبعا الجزئين دول مفتوحين. وبكده عملنا علبة مناديل على شكل بونبونية في منتهى البساطة، بس شكلها بجد تحفة. طبعا الالوان دي بتاعتك انتي، على حسب الديكور او على حسب الالوان بتاعت بيتك. شكلها جميل وبسيطة وبتتغسل وعملية. جربوا الفكرة دي كمان، مش هتندمي خالص. على فكرة في ناس بتعمل الافكار دي وبتعملها مشروع، يعني ممكن تعملي منها عدد وتوزعي للمحلات مثلا. الحاجات دي مطلوبة والله ومش بتبطل خالص. تالت فكرة معانا هنعملها من قصاقيس القماش، القطع الصغيرة خالص دي اغلبنا بيرميها فعلا، محدش يتوقع ان ليها استخدامات. تعالي بقى هقولك هنستخدمها في ايه. بجد فكرة مميزة بالنسبة لي وملهمة جدا ان احنا نعمل منها حاجات كتير قوي. انا مش هبطل اعمل لكم افكار من قطع القماش الصغيرة دي. في دماغي افكار كتير قوي هنزلها لكم ان شاء الله في الفيديوهات التانية او الجاية. حطيت قطع القماش كلها على قطعة القماش المربعة دي زي ما احنا شفنا كده، وحطيت فوقيها قطعة من قماش التل. اي قماشة شفافة تنفع، اورجانزا بقى، تل، يعني اكيد ان شاء الله هتلاقي. لو مش موجود عندك، في بندانات صغيرة كده بتتباع تل رخيصة جدا، ممكن تبقى تشتري واحدة لأي استخدام. انا كنت مثبتها بدبابيس قطعة التل دي فوقيها كده، علشان واحنا بنخيط كده تبقى مظبوطة معايا. وبعد كده هخيط بقى واشيل الدبابيس اهو. كل ما بخيط حتة بشيل الدبابيس. هخيط على الاحرف كلها الاول، وبعد كده هخيط على القماشة كلها بشكل عشوائي بالمكنة. عديت عليها كلها رايح جاي كده بشكل عشوائي جدا، يعني مش خطوط مستقيمة. بيديها شكل حلو جدا، بما ان اصلا احنا حاطين قطع برضو بشكل عشوائي. احنا كده ثبتناها فبقت عبارة عن قطعة قماش عندي تقيلة وحلوة. وحتة التل اللي فوقيها فيها لمعة برونزية كده حلوة قوي. حطيت تحتها حتة قماشة تاني عشان انا عايزاها تبقى متينة اكتر او تقيلة اكتر. وخيطتها برضو عليها حوالين داير، وشلت الزيادات كلها بالمقص، وبدأت اطبقها نصين على بعض. وخيطت الجنبين، قفلت الجنبين، وهنا بخيط الزوايا من تحت بالعكس. بنفتح الزاوية كده ونخيطها بالعكس. انا بظبط بايدي فوق الزاوية 3 صوابع كده وانا بخيط بالمكنة، عشان الزاوية دي تبقى قد الزاوية دي. هعدلها، والزاويتين اللي احنا خيطناهم عملوا لنا قاعدة حلوة ليها من تحت. ده شريط ستان، ممكن نستبدله باي شريط قماش عادي جدا، بس قص شريط القماش بشكل مظبوط. وهقفل بيه الاحرف كلها. هعدي على الاحرف كلها كده. بما ان القماشة فيها الوان كتير، فهتديكي فرصة ان انتي تستخدمي اي شريط قماش برضو. يعني هي الفكرة اصلا ان هي قطعة كلها الوان، فمش هتفرق خالص ولا هتحجب معاكي تحدد معاكي اللون اللي انتي تستخدميه. فكرة موفرة وجميلة جدا وبسيطة، ومش بتستخدمي لها حاجات خالص مكلفة. فبجد يعني فعلا نفسي تجربوا الفكرة دي، حلوة قوي. برضو على الحجم اللي انت هتعمليه ممكن تعملي اكبر براحتك. انا بديكي الفكرة بس انت نفذيها بالحجم اللي انت عايزاه والالوان اللي انت عايزاها برضو. بعد ما خيطت الشريط رجعت تنيته لجوه كده، عشان انا القصد ان انا بقفل الحرف، وعديت عليه تاني بالمكنة. بصوا بقى الشكل بقى تحفة. عملت لها يدين عادي، يعني ممكن نديها اي فكرة لليد. اي حزامين عندك من قماشة من فستان ممكن تعملي حزام بالقماش. انا استخدمت قطعة كده من خيط المكرمية، عملتها ضفيرة وقسمتها جزئين قد بعض وخيطها بالشكل ده. يعني مش الفكرة مش بتحجم معاكي الخامة اللي تستخدميها. استخدمي اي حاجة، بس خدي الفكرة الاصلية ان انت ازاي تستفيدي بقطع القماش اللي ملهاش اي استخدام الصغيرة دي.
هعمل اليد التانية هخيطها قصاد دي بالظبط، يعني نعملهم قصاد بعض. بصوا شكلها تحفة ازاي. شنطة منظم للبيت خطيرة، ممكن تعمليها للشرابات للبنتانات، جميلة جدا. البنات بتعجب بالحاجات دي قوي، البنات الصغيرين. فانتي لو عملتيها بجد هتوفري كتير قوي، غير شكلها مميز كمان يعني مختلفة. رابع فكرة معانا هنستخدم برضو قطع قماش صغيرة خالص. ده كان بنطلون بيجامة عندي قديم، اخدت الاجزاء دي منه كده. هنعمل 4 قطع على مقاس الرجلين بتاعتنا. اي فرش بتاع شوز عزكم الله هنحطه على القماشة، وهناخد المقاس بتاع فرش الشوز بتاعي على مقاسي. واستخدمت 4 قطع من القماش على شكل مستطيل، الطول طول الرجل برضو، والعرض عرض شبر الايد، 2 و2 اهم. هعملهم على القلبة، يعني الوش قصاد الوش كده، وهاجي من النص في الجزء ده هخيط لحد النص برضو، يعني هخيط من النص بالطول لحد النص بالعرض. هخيط هنا مكان صباعي كده خط بالطول بالظبط. انا عايزه اخيط من النص بالظبط، فهتنيها قصاد بعض كده، وهاخد حته صغيره خالص قد ملي بالمقص عشان اعرف مكان ما انا هخيط. اهو هقف لحد النص بالشكل ده، وهاجي هقفل الجزء ده من تحت. انا قصيتها من فوق بدوران ومن تحت بدوران، بس بالعكس لجوه كده. هنقفلها كده بالشكل ده. القطعتين طبعا هعملهم بنفس الطريقه. ادي الجزئين معايا، الجنبين مفتوحين اهم، تمام. نيجي بقى من عند الجنب المفتوح ده وهنعدل بالشكل ده، هنطبقهم على بعض، هيظهر معايا الشكل ده. ده كده الوش بتاع الشراب او اللكلوك بتاعي، تمام. القطعتين هيعملوا نفس الشكل ونفس المقاس طبعا. دول القطعتين ال4 قطع بتوع مقاس الرجل القدم. هاخد كل قطعتين من غير ما اخيط القطعتين دول على بعض، مفكوكين عادي، وهركبهم بالشكل ده حوالين دايرة على المكنة. هتلاقيهم نفس المقاس بالظبط، لان هم اصلا نفس الطول. اهو انا خدت برضو مقاس كده حتة ملي بالمقص عشان اعرف النص بالظبط، واخيط قصاد العلامة اللي انا كنت واخداها اصلا. هنبدأ بقى حوالين داير كده بالخياطة. الفكرة دي ممكن لو انت مش عندك مكنة، الفكرة دي خصوصا ممكن تعمليها بخياطة الايد عادي وهتبقى حلوة قوي. طبعا علشان هي بدوران انا بخيطها جزء جزء كده بالراحة. هنعدلها بقى. بصوا شراب مقاس الرجل بالظبط. طبعا كل قماشة متطبقة 2 فهو تقيل وبيدفي، ومقاس الرجل وهيبقى ماسك في رجلك وشكله حلو قوي، يبقى شكله عامل زي الشوز كده، مش زي اللكلوك اللي بيبقى ضخم قوي ده انا مش بحبه. ده بقى جميل وعملي، وطبعا فكرته ولا اسهل. بصوا شكله في الرجل تحفة ازاي. مستنية رأيكم في افكار النهاردة، واستنوني في الافكار الجاية.